عند كل هذه المنظمات الدوليه عندهم افكار مسبقه. اليونسكو هذه الفكر الاستراتيجي حتى قبل مبو ما يجي بوهو هي قضيه ديال اللغه الام، لانهم عندهم غير قضيه افريقيا السوداء اللي اش وقع فيها. حالتنا ماشي هي حاله دول افريقيا. البنك الدولي عندهم افكار مسبقه، وهي اننا نحرروا العمله. الحمد لله ما كنعملوهاش، والا كانت خطر. ماشي غير الامور اللي قالتها لنا الامور المنظمات الدوليه خصنا نعرفوها. عندهم خبراء ما كيعرفوش احوالنا الخاصه. نعطيك مثال. هذه 20 عام في نيويورك قالوا الناس هذه المدارس ديال الدوله اللي فيها السود كيتكلموا لغتهم خاصه بهم واللاتينو كيتكلموا بلغه هذا، خاصهم في الابتدائي ندخلوا اللغه ديال الام ديالهم. طبقوها. ماذا كانت النتيجه؟ كارثه كارثه. لان كيخرجوا من المدرسه كلهم عندهم هذا، ولكن المستوى الثقافي اش حصل؟ الممثلين ديال اللاتينو ديال الامريكان مشاو للكونغرس الامريكي وعملوا الضغط باش يتراجعوا على هذا وتدرس في المدارس اللغه الانجليزيه الصحيحه، لانهم شافوا بان هذه اللغه الام اللي كيتعلموا فيها ما كتنجح، ما كتنفعهم في اي شيء. انجلترا الان خرج بحث ان تقريبا 7% من الناس اللي لهم، يعني الناس اللي لهم نفوذ في التلفزيون، في الادب، في الصحف، في السياسه، في الاقتصاد الى اخره، خارجين من مدارس خاصه معينه كيمثلوا 7% من السكان. لانهم هادو كيتعلموا واحد اللغه خاصه بهم، كيتعارفوا بها. الا تكلم معك كتعرفوا في من هو. الا جا واحد اخر تكلم لك واحد اللغه ماشي منطق بالنطق الواجب، ماشي التراكيب الواجبه، ماشي كذا، مقصي من ديك الجماعه، مقصي من داك الشيء. فهنا من كنقول لك هذه الدعوه الى هذا، عكس ما اقول انا اللي كنقول لك تبسيط العربيه هذا وهي انك ترفع شويه بشويه لغه البيت عن طريق روض الاطفال وعن طريق هذا. كتستعمل الدارجه كوسيله لرفع المستوى الثقافي للجميع. اما اذا قلتي احنا الهدف ديالنا هو المحافظه على اللغه ديال هذا وتنميتها، اللي قال لك هذا قال لي خصنا نخدموها. قلت له يا سيدي الا بغيتي تخدم هذه اللغه ديال الشارع وخدم اللغه المكتوبه، واللي غادي يساعدك فيها 300 مليون ديال العرب هما ايضا عندهم نفس الهدف. اللي عملتي انت كتاب ديال في اللغه عندك 100 مصري و20 تونسي وهذا كيساعدك. اما الا بديتي كتخدم غير اللهجه ديالك انت، شكون اللي غادي يساعدك؟ هنا كتجي قضيه التكلفه الماليه. نخلي السي يجي قبل هذه الفكره. بعدا انا عندي احصائيات اخرى بتدريس اللغه الام، عندي احصائيات ديال اليونسكو. ماشي ولا اليونسكو ما تثق حتى واحد. لا عندهم افكار مسبقه. انا كنقول لك انا عندي انا نقول لك وبلاتي اسمعني وانت نسمع لك. قلت لي قبيله خليني نكمل. تفضل. قال لي بغى يقول لك بان اليونسكو ماشي قران منزل. لا ولا اليونسكو ماشي ما بقينا ننطقوا حتى بواحد، ما ننطقوا بنفوسنا. وحنا غالطين، حنا وصلنا لهذه الدرجه هذه الفاشله في الدراسه. حنا عندنا ناس مختصين في اللغات، مغربيين وعايشين في المغرب وتيتكلموا العربيه الفصحى والانجليزيه والفرنسيه. عندهم ميولات ميولات حتى هما مغربيين عاشوا، ولا شكون اللي ما عنده ميولات؟
مولات باغيين يوجدوا خدمه لنفسهم. سي العروي الله يخليك، هذا الواقع. سي العروي الله يخليك، سي العروي الله يخليك، تا هما طموحين وتحبوا الوطن ديالهم بحالك، وتا انا الحمد لله، وتا هما عندهم اغراض باش يشجعوا، باش فقط هذه المدرسه المغربيه تنجح، ماشي اشياء اخرى. انا قبيله تكلمتي على اللهجات، عاوتاني خرجتي الله يخليك الانجليزيه. واش تعرف بانه امريكا ما تتكلمش بنفس الانجليزيه بحال انجلترا او ايرلندا واشياء، وتف في بعض في الداخل الدول عندهم لهجات اخرى، وتخدم عندهم ذاك لغه وحده. حتى حنا لا تكلمنا هذه الدارجه للغه الحمد لله لغه عربيه انا فخور بها، والشعب المغربي كله تيتكلم بها، وعندنا ابداع فيها في الغناء، في الملحون، في شفوي، كل شيء هادشي شفوي مكتوب يا اخي، مكتوب. عندي في السياره ديالي عندي هكا، تبغي نجيبهم لكم هنا حشمت شفوي مكتوب فولكلوري، ماشي فولكلور يا اخي، لغه الشارع ليس فولكلور. الشارع انا تنتعلم منه، كنمشي معنا انا بعدا تنتعلم شي اشياء بعدا تنكون فخور بها، الامثال المغربيه وداك الشيء بعدا تعلموا فيها كثير من الاشياء. علاش ضروري خصك تعلمهم؟ ولا كيجوك اكزوتيك ولا شنو؟ يا اخي انت عاوتاني بغيتي تطيح. لا بالنسبه للمغربي يعني اللي لا ماشي اكزوتيك. هذه لا قلت لهم اكزوتيك عندك في الزرقاء يخرجوا عندك، هذه راسك. انا تنحترم هاد الناس، وتنحترم الشعر ديال الدارجه، والشعراء في الدارجه، والكتاب في الدارجه. باطمه كتب شي اشياء انا براسي ملي تنقراها ماشي الدموع، تيكتب شي واحد الحيويه، واحد الابداع. وهذا الابداع تكلمتي على الكلمات، الابداع لا كرياتيفيتي، الابداع في المغرب مفقود، وفي الدارجه كاين موجود، كاين دائما. هي لغه حيويه وتتبدع وتتخلق، لا في المسرح، والمسرح كاين ولا احنا دينا بعد المرات تنديروا مهرجان، حيت انا رئيس ديال مؤسسات الفنون الحيه، وتنديروا مهرجان وتنجيبوا كاين بعض الروايات تيكونوا فقط منطوقين باللغه العربيه الفصحى، ما تيجي لهم حتى واحد ما تيفهم. كاين الناس اللي تيخرجوا وملي تديرهم بالدارجه تيموتوا بالضحك، ولا تيفهموا، ولا بغيتي تعطي واحد الميساج ولا دوز اشياء تيفهموها. وخاصه في المدارس ديالنا، حنا ملي تنديروا لهم في المدارس ديالنا تنعلموهم المسرح. هذا المسرح مهم بزاف. انا عندي باش من اللغه باللغه بالدارجه خصك يهضروا على الاشياء ديال اللي تعيشوا فيها، تيهضروها بالدارجه، ولا لا تتعلم شي اشياء اللي تبقى تقول هاد الناس منين جاتهم هذاك الشيء. هاد اللغه الدارجه في نتعلموا فيها الابداع اللي خصنا ندخلوه في اللغه العربيه. انت بغيتي تهبط وانا تطلع وانا نهبط ونتلاقاو جميع، وماش نتلاقاو نخلقوا واحد اللغه فيها الابداع والحيويه، وان شاء الله يمكن تكون مثال. لا نفهموها، لا يفهمها الجميع. لا انا متفق انا وياك، لا يفهمها الجميع. يعني مصر غادي يفهموها. شوف الله يخليك، مصر يعني تكلمتي الا فتيت لسان وفتي طنجه وفتي الواديبو. الاخ العربي قال لي مصر، انا تكلمتي في المقال ديالك تعلمت فيه كثير من الاشياء. قلت لي اللبنانيين نشأوا واحد اللغه وعلموها، هما الام ديالهم امهاء والاطفال، وخلقوا واحد اللغه اللي هما تيتكلموا واحد اللغه العربيه غزاله. وتا اذا عندك الحق، احنا بغينا نوصلوا لهذيك الدرجه. وفي السودان ايضا، وفي سوريا تكلمت عليها، وفي تكلمت على مصر. انا مصر حاجه واحده اخرى، لانه احنا المغرب تعلمنا ذاك اللهجه ديالهم كلهم، ذاك الافلام ديالهم اللي جاوا تعلمناها. احنا بغينا اللهجه ديالنا حتى هي نفرحوا بها ونديروا لها القاموس. كاينين الاجانب يتكلفوا بها وتهتموا بها اكثر من المغاربه. انا كاين شي اشياء ما جبتهمش، عندي 10 ديال القواميس كلها مكتوبه، الاكثريه فيهم مكتوبه بامريكا، من الاسبانيين، ومن الناس من الخارج. قليل اللي مكتوبه في المغرب. كاين الا كولا اللي كتبها، ولكن كتبها باللغه اللاتينيه وبالدارجه. احنا بغينا نكتبوها باللغه العربيه. يعني ممكن الابداع يكون باللغه، يعني الشفويه الدارجه والدارجات، الابداع الحقيقي وتكتب وتدوز. هذا الشيء يدوز اللغه العربيه من بعد، ونخلقوا ذاك اللغه المتوسطه. واللغه العربيه الفصحى تبقى دائما، ولكن نحذف فيها ذاك الاشياء اللي بغيتي تحذف فيها. الله يخليك، انا عجبتيني قبيله.
شوف انا متفق معك، متفق معك يا اخي. ولا قالها السي عبد الله العروي ولا لا فين مشينا؟ غادي يقطعوا لي راسي. لا ما يقطع. السي العروي قضيه الابداع يعني الشفوي انت اعتبرتيه واحد النوع من الثقافه الفولكلوريه، وهذا واش هذا يعني انها في مرتبه دونيه من الابداع الاخر، او انه كما قال السي عيوش ممكن الابداع يعني من الثقافه الشفويه المتداوله المغربيه وندوزوا لمرحله المكتوب؟ لا، هو انا نقول لك هذه ايضا هذا هو الخطا الكبير. الناس كيظنوا ان هناك يعني تدرج او تسلق من الشفوي الفولكلوري الادبي الرفيع. هذا غير صحيح. الادب الرفيع كيأخذ من الادب الرفيع اخر، وكل مجتمع عنده مستوى الفولكلور ديالو، فيه ابداع، فيه الراب، فيه كذا، فيه كذا، وكل مجتمع عنده. ولكن هذا مستوى الادب الاخر مستوى اخر لا علاقه له. وكتقول ان هذا المستوى كتظن بانه يمكن لك ترفع من هنا وكتوصل لهنا. لا، اعطيك مثال. الفرنساويين مثلا عندهم اللغه الكلاسيكيه اللي اخذوها ديال فولتير وداك الشيء. عندك سيلين كيكتب واحد الفرنساويه لا علاقه لها بهذيك الفرنساويه، ولكن سيلين كل واحد كيصفق له، كل واحد كيعجبو، ولكن حتى واحد ما كيكتب بحالو. وعمر شي واحد ما قال فرنسيه سيلين هي اللي غادي ندرسوها في المدرسه وهي اللي تكون المثل الاسماء ديالنا. ابدا. يعني خلاو سيلين كيصفقوا ليه. علاش؟ لانك ملي كتقرا سيلين الاختراع والابداع هذا اللي كيسميه هو ما بوتيت ميوزيك، الموسيقى الخاصه به. ولكن الناس بقاو كيكتبوا الفرنساويه ديال المغياك وديال جيد وديال هذا اللي ماخوذه من الماضي الاخر. مثلا في امريكا عندك يا سيدي مارك توين. هاكلبري فين اول جمله مكتوبه فيه هي جمله ديال شاب زنجي كيتكلم باللغه ديال الجنوب. الامريكان كيعتبروا بان هاكلبري فين هو اصل الادب ديالهم، ولكن حتى واحد ما غادي يكتب بهذاك اللغه ديال الجنوج الجنوب ديال امريكا. الامريكيه اللي كيتعلم في المدارس وكذا هي ديال نيو انجلاند ديال بوسطن، اللي هي من بعد على انجلترا، ولكن هي اللغه اللي هذا. اكثر من ذلك، انا عندي كان استاذ في الدار البيضاء، خذا كتاب لي اوراق ترجمه بالانجليزيه. هو درس في انجلترا، مراته مصريه درست في انجلترا، عملوها الترجمه انجليزيه، عطاها الاستاذ امريكي دار نشر امريكيه. قالوا لي هذه الانجليزيه احنا ما كنفهموهاش، ماشي ديالنا، ما بغاوش يترجموها. ولكن اللغه الانجليزيه الامريكيه الكلاسيكيه لا علاقة لها باللغة الشفوية ديال السبورب ولا ديال الجيتو. سامح لي الله يخليك، شحال الوقت مازالنا؟ ما بقاش لنا بزاف، وكنظن انه كاين اشياء مهمه بزاف، لانه هاد الندوه الدوليه حول التربيه طرحت واحد المشاكل كبيره. بعد تنهدي لك هذا الشيء، ما عرفتش قريتيها التوصيات. سامح لي تفضل بها. ويلي فعاود نعطيك. انا غنتكلف بها. بارك الله فيك. هيا بيننا. علاش ما شرطيش ديك التوصيات السي عيوش بالمناسبه؟ علاش ما شرطيهاش للعموم ويناقشوا؟ لا نشرناها في كل محل اخويا. كاين شي ناس في المغرب تشدوا عليهم. لا واش تنشرات بشكل رسمي؟ جاتكم بعدا التلفازه، والتلفازه ديالكم ما تكلمتش عليها. لا المغرب ماشي هو التلفازه. لا ترى هو التلفازه ولا قنوات. لا واش نشرتيها للعموم؟ درتيها مثلا في الموقع ديال زاكورا كاينه في الموقع. كاينه في الموقع تشوفها كلها، وصيفطناها للصحف كلها. كاين الصحف اللي كتبت عليها، وفي القنوات كلها، وفي الالكترونيه اللي هي تصبح هذا سميتها ميديا 24. سي عفريت صيفط لي واحد ثلاثه الكتب ديال واحد السيد فرنسا مغربي
اللي كتبها بالدارجه، بقيتي تنتعجب انا. ولكن اسمع الله يخليك، انا ماشي نساو الدارجه دابا، لان ما بقاش نساو الله يخليك، لا لان ما بقاش وقت بزاف، ما بقاش وقت، ما بقاش التوصيات. سي عيوش، انظن بانه القضيه ديال التعليم ربما واسعه. لا سمح لي، لا خصها الوقت، خصها الوقت. ايوا خصنا نرجعوا انا والسي، انا ربما انت والسي العروي وانت ولا انت وشي واحد اخر، مرحبا. لا ما بقاتش، لا غتبقى لكم دقيقه ونص لكل متدخل فيكم. هذه القضيه ديال النقاش اللغوي في المغرب تقريبا اغلبيه الناس اللي بحثوا وخدموا على ما يسمى بالسوق اللغويه في المغرب، المارشي لينغويستيك، قال كان فيه تعقد وفيه تشابك في الدارجه والدارجات العربيه مزيغيه بتفريعاتها، اللغات الاجنبيه وغيرها وهذا. واش كل واحد من المنظور ديالو واش كيشوفوا يعني عامل ديال التنوع والغنى ديال الوضع اللساني المغربي، او لا كما كيقول البعض ان فيه واحد الفوضى لغويه، واحد التسيب؟ بغيت وجهه نظركم. تفضل سي عيوش. انا بعد هذا الشيء مزيان، جيت غني المجتمع المغربي وتنتكلموا عليه. واللي بغيت نقول اللغه ماشي فقط هو المشكل ديال التربيه في المغرب، كاين الاستاذ والمكانه ديالو والاحترام ديالو والكرامه ديالو، كاين ايضا التكوين المهني اللي خصنا نعطيه واحد الاهميه كبيره، وكاين اللغات ولكن فرص العمل والتكوين المهني، وكاين المدرسه الخاصه والمدرسه العموميه اللي تكلمنا عليها ايضا، والمجتمع المدني والاستاذ. عطينا كان واحد الفكره مزيانه كاينه في امريكا اللي تكلمت عليها، اللي تشارتر سكول. شنو هي تشارتر سكول؟ هي واحد المدرسه تنفوضوها للاستاذ وتنسنيو معاه واحد العقد وتنقولوا له الاهداف باش ينجح المدرسه وباش التكوين ديال الاطفال يكون مهم والنجاح يوصل لواحد المستوى. الاستاذ تيجع هو المدير ديال المدرسه. احنا عندنا مدارس كثيره في الدار البيضاء وفي الرباط مشدوده مغلقه، وحنا تنبنيو مدارس اخرى. ملي مشينا نخدموا حنا في المدارس ديالنا تنخدموا فقط تنمشيو عند واحد السيد تيقول له كرينا بيت في المحل ديالو، تنعطيوه ذاك الاجره في الشهر، ولكن الناس يتعلموا واخا في ذاك البيت هكاك. وحنا كاين مدارس جوج مشدودين، وحده فيهم حنا 5 وحدنا 10. اذا خصنا نخموا في هذا الشيء. واللي قلنا ايضا هو ذاك الطفل خصنا نخموا فيه، خصنا التكنولوجيا الحديثه تدخل. وطلبنا باش يكون الطفل المغربي تكون عنده واحد الحاسوب، واحد لا تابليت صغيره باش يتعلم حتى اللغات الاجنبيه، لانه مهمه اللغات الاجنبيه. تكلمنا على العربيه، خصنا نتكلموا على الانجليزيه. احنا تنقولوا في المدى القريب المتوسط خص تكون اللغه الانجليزيه تاخذ المكان ديال اللغه الفرنسيه. علاش؟ لان اللغه الانجليزيه فين ما مشيت انا في اي مناظره تنتكلموا بالانجليزيه، فين ما مشيت فرنسا اذا خصنا نشوفوا الاطفال والمستقبل الاطفال ديالنا. انا اللي عندي وهو هذا ما سمعته في الاخير كنظنه هو المهم اكثر من كذا. اما قضيه اللهجه هذا انا لا اعترض على ان نستعملها كبدايه كوسيله لايصال المعلومه، ولكن تكون هي في خدمه العلوم، ايصال العلوم يعني الحساب والمساحه وكذا، اللغه الاجنبيه واللغه العربيه، ولكن كوسيله للتسهيل من داخل. بجانب هذه الوسيله هناك تسهيل اخر. فلذلك انا اولا اتجه فقط الى وزاره التعليم واقول ان هذا هو الدور ديالها، ماشي دور جهه اخرى. دور التعليم ان تهتم اولا وقبل كل شيء برود الاطفال. لو بريسكولار هو الاساس، دخل فيه واستعمال اللهجه الدارجه ما كان مشكل، هو الاساس. السنه الاولى والثانيه الابتدائي ما كاين مشكل الاستعانه بها، ولكن الاساس هو انك تاخذ الاستاذ مع الحلقات التكوينيه. كل سنه تاخذ 500 ولا 600 استاذ وتعطيه 3 أسابيع وتقول له اسيدي بسط هذيك اللغه، ولكن الهدف ماشي هو ان يكون اللغه الوطنيه ديالنا هي اللغه الدارجه. انا هذيك ما كنقبلهاش، لان هذا سيفصلنا عن ثقافتنا العليا ومحيطنا الثقافي العام. اكثر من ذلك هو انني انا لا اعتبر ان الدارجه المغربيه يوم تستطيع ان تكون لغه ثقافه رفيعه متقدمه في مستوى اللغات الاجنبيه، وانا غير مستعد اني افرط في لغه
انا كنتكلمك على الحال، ما كنتكلمش على الماضي او لا. في لغه دوليه كيتكلموا بها 300 ولا 400 مليون ديال الناس، وكلهم كيخدموها، وستكون في يوم من الايام قريب او بعيد في مستوى اللغات الاخرى. استاذ عبد الله العروي، شكرا لك.